صاحبتي؟ يا نهار ازرق، صاحبتي؟ يا حبيبتي ايه رايحه فين؟ يعني ايه رايحه فين؟ يعني رايحه اشوف صاحبتي اللي عندك جوه يا استاذ عبده. صاحبتك انت بتهزري؟ ايه اللي هيجيب صاحبتك عندي يعني البيت؟ في ايه يا حبيبتي؟ يعني ما تبطل تلوك وتعجن كتير وتسيبني ادخل اشوفها. يا لهوي دي اسماء. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ لو شافتني هتبقى مصيبه زرقاء. يا لهوي يا لهوي. انا ولا بلوك ولا بعجن. اسمعي بس اسمعي. ما هو بص بقول لك ايه من الاخر كده، انا مش هصدقك لو حلفت لي كده على القران الكريم. يا لهوي يا لهوي دي جايه. طب اروح فين؟ صاحبتك اللي هيجيبها عندي البيت. بقول لك انت فاكرني واخده على قفايا ولا مغفله؟ انا شايفاها بعين الاتنين. سيبني انت بس كده ومالكش دعوه بالموضوع. اطلعي لي يا زينب. يا حبيبتي خدي بس. يا حبيبتي خدي بس. انت تخرس خالص يا خاين يا غشاش انت. انا ولا خاين ولا غشاش. انت مخبيها فين؟ هخبيها فين يعني؟ ما انت لسه داخله الاوضه يا حبيبتي وما شفتيش حد، وبعدين انت شكلك كده رجعت للتهيؤات تاني. ما انت كنت خلاص خفتي وكنت كويسه. ايه اللي حصل لك يا اسماء؟ تهيؤات؟ عايز تقول يعني يا استاذ عبده ان انا مجنونه؟ لا يا حبيبتي مش مجنونه، معاذ الله يعني. مين اللي يقدر يقول عليكي كده؟ بس ده تعب ومرض عندك. كلنا يعني بنتعب وممكن يعني يحصل لنا حاجه زي كده. انا سامعه صوت مش طبيعي. صوت وشامه ريحه زينب هنا في المكان، وانا مش تايهه عنها ولا عن ريحتها. دي صاحبتي دي بتنام في حضني على السرير. يا حبيبتي صاحبتك زينب ايه اللي هيجيبها هنا؟ هو انت من كتر حبك ليها بقى يجيلك تهيؤات ان انت بتشوفها في كل مكان؟ بقول لك ايه يا عبدو، انا مبقتش عايزه اكمل معاك ومش مطمنه لك اصلا. وبعدين ما تنساش اصلك وما تنساش مين اللي رضيت بيك عشان تسيبني انا وتروح لزينب. يا حبيبتي انت ظلمانه على فكره قوي. انا هسيبك ليه واروح لزينب يعني؟ هو زينب حلوه عنك في حاجه؟ بالعكس ده انت احسن منها في كل حاجه يعني يا حبيبتي. قول لنفسك انت بقى الكلام ده يا خيبتها. سلام. وبعدين انا برضو مش مطمنه للموضوع ده وحاسه ومتاكده ان زينب هنا. طب والله ما انا ساكته غير لما اروح لها بيتها واشوفها، ولو ما لقيتهاش هناك والله لا افضحها. عملت معاها ايه؟ مشيت؟ مشيت خلاص الحمد لله. طب ربنا ستر. ما حبكتش يعني كنت تطلعي دلوقتي من الاوضه. يا اخويا وانا ايش عرفني ان هي جوه؟ ولا بعدين مش كنت تقول لي حتى؟ اقول لك ايه، انا فجاه لقيتها بتخبط على الباب على طول وانت مش عارف كنت بتعملي ايه، فقلت دخلتها وانت هتسمعي الصوت يعني هتفهمي. ما سمعتش، كنت بعمل كوبايه شاي في المطبخ. بعدين طيب هي دلوقتي المفروض اكيد هتروح تعدي عليا، فانا بقى الحق اروح بدل ما تروح وما تلاقينيش هناك. طب شدي حيلك بسرعه بقى، خلي ربنا يسترها وتعدي على خير. طب سلام سلام. يلا روحي وبقى طمنيني ها. ده اسماء عامله ايه؟ الحمد لله يا زينب. انت هنا؟ امال هكون فين؟ ما انا في بيتي اكيد. يعني انت بتخبطي على بابي. وانت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. انت مالك؟ فيكي حاجه ولا ايه؟ لا انا كويسه جدا. امال مالك طب يا حبيبتي؟ لا ماليش. عبده عامل ايه؟ عبده مين؟ عبده خطيبي. طب هو خطيبك؟ انا هعرف هو عامل ايه ولا مش عامل ايه؟ ما ديكي قلتي خطيبك اكيد مش خطيبي يعني. صح، نسيت ان هو خطيب. انا معلش حقك عليا. انت كويسه يا اسماء؟ جدا. انت كويسه؟ انا تمام الحمد لله. انت ما لازم مش تكوني طبيعية. كويسه طبعا وتكوني مبسوطه. لا مش فاهمه قصدك. لا مش لازم تفهمي. ده قصدي ان اطمن عليكي. عايزه اطمن عليكي يا روح قلبي. اسالك عليكي العافيه يا حبيبتي. محتاجه اي حاجه؟ طيب ربنا يخليكي. طب تعالي اتفضلي خشي. لا مش عايزه ادخل، جاي اطمن عليكي وامشي على طول. لا سالت عليكي العافيه يا اسماء. سلام يا زينب. نورتيني. ده نورك. الحمد لله مشيت. اكيد كانت شاكه في حاجه. شكلي كده ظلمت الواد عبده. طيب انا كده اروح اصالحه ولا اعمل ايه؟ وبعدين يعني شكل الحوار بتاع الوسوسه ده رجع لي تاني. يا رب طمني على نفسي واظهر لي الحقيقه يا رب. ايه يا قلبي عامل ايه؟ وحشتني. اسماء مش هنا صح؟ مالك يا عبده في ايه؟ لا مفيش، اصل متضايق شويه بس يا زينب. اكيد من الزفته اللي اسمها اسماء. ما انا عارفه هي عطولني كده وبتحب تضايقك. لا انت عارفه ان اسماء طيبه يعني وكويسه غريبه يعني يا عبده. انت كنت بتقول عليها ان هي بومه وحربيه وان انت ما بتحبهاش وان انت متجوزها ان انت هتتجوزها عشان خاطر فلوسها. انا قلت كده؟ انا قلت كده يا زينب يا حبيبتي؟ لا اكيد ما قلتش كده يعني. يا عبده لما كنا قاعدين مع بعض في الكافيه قلت لي ده انا هتجوزها عشان خاطر فلوسها. دي بنت بومه، دي حربيه، ده انا ما بحبهاش، ده اهلها دول ناس مش كويسين، وهي صاحبتك مستحملاها ازاي؟ طب وهو راجل ما عندوش اصل، انت تطلعي ايه بقى يا صاحبتي؟ حربوقه؟ اسماء ده
ده انا يروح قلب اسماء من جوه. انت مش فاهمه، اصل انت عيد ميلادك قرب وعبده قال لي تعالي عشان هنعمل لها مفاجاه. بس صح يا عبده؟ ايوه مفاجأة يا بنت، ده انت عيله واطيه وزباله يا اسماء، ده انا انت بحبك. اخرك الشارع اصلا، وبعدين وربنا انتوا لاقيين على بعض جدا. يا انا اللي أسماء. نزلت بمستواي الواحد زيك، اخره الشارع زي واحده زيها كده. طب وليه الغلط بس يا اسماء؟ غلط ايه يا حبيبتي؟ انا بقول الحق، مش انت واحده من الشارع؟ انا ما قلتش حاجه غلط. فشرتي يا انما واحده أسماء. بنت اكابر زي تبص لاشكال وسخه زيكم، يبقى هي اللي جابته لنفسها. طيب عن اذنكم انا. طيب عن اذنكم ايه يا نور عيني؟ ده انا مش هرحمك، ده انا هفضحك. حبيبتي فضايح بس اللي بتتكلم عليه، الموضوع ولا مستاهل فضايح ولا حاجه. اهدي بس كده والموضوع محلول يعني. لا انت صح، انا المفروض فعلا اهدي اعصابي. وبعدين يعني انا بعتي باشكال وسخه زيكم ليه؟ انا الاسهل والانسب ليا ان انا اسيبكم وامشي، بس على ايه؟ ده انا هفضحكوا فضيحه تعيشوا وتموتوا بيها. سلام يا اشكال يا ناقصه. ابقي مثلي على عبده. شكرا. عبدو، انت متخيل ان ممكن اسماء تعمل حاجه زي دي؟ اطلع بره. انت مش بتحبني يا عبدو؟ هتتجوزني؟ احبك؟ احب مين؟ احبك انتي؟ اطلعي بره. انت فعلا اشكال وسخه زي ما اسماء قالت. انت بتعمل ايه يا علي؟ كنت بعمل ايه؟ بكنس. وبعدين ايه ده يا انت المفتاح معاك؟ انا ناسي. طب ما كنت تسيب الدنيا، وانا كده كده كنت جايه اروق الدنيا كلها. انت مالك كده بتتكلمي؟ مالك في ايه؟ مفيش يا علي، متضايقه شويه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ خد الدبله دي بقدها لعبده، انا مش هينفع اكمل معاه تاني. ايه ده؟ انت ليه بتقولي ده؟ زي ما بقولك كده يا علي. يا بنت انت عبيطه. يا اكيد زعلتوا مع بعض في التليفون زي جعل. اقول لك ايه بس، انا عارف الاتنين المخطوبين دول في اول خطوبه بيبقى عك. امسكي. بس يا علي بقى انت متعرفش حاجه اصلا. معرفش حاجه؟ معرفش حاجه ايه؟ رحت له امبارح يا علي ولقيت زينب عنده في البيت، ها؟ واستغل تعبي وقعد يقول لي انت شكلك موسوسه وهبله ومجنونه الحاجات اللي كانت بتجيلي زمان دي يعني. كمان يمكن استغلها في ان هو يعرف فيها زينب. ده يمكن بيتهيألك. انا قلت زيك كده. ايوه وقلت ارجع له اعتذر له واصلح اللي حصل، ورجعت النهارده فعلا عشان اصلح اللي بينا واقول له انا اسفه، يمكن كان متهيألي عشان بحبك قوي وكده. ده شيء كويس. لقيت زينب جايه له. لقيت ايه؟ لقيت زينب جايه له البيت. بتتكلمي جد؟ ايوه، وقفت ورا الباب قلت له ما تنطقش ان انا موجوده. طلع الحيوان بيقول عليا ان انا بومه وان انا وشي فقر عليه وي وان هو يعرفني عشان فلوسي. انت بتقولي ايه؟ عبده؟ عبده يا علي. يا ابن عبده اللي انا خسرتكم كلكم عشانه، بس هو ما يستاهلش. انا قلت لك الواد ده مش سهل. قلت لي انا بحبه وبيحبني. شفت ربنا عشان احنا ناس كويسين وعارفين ربنا. شفت ربنا عمل ايه؟ لازم يبين الحقيقه. لو كنت فرحانه بيه لا وهاخده يعني هاخده هولع في خلاص نفسي. يا علي، انا مش حمل عتاب ومش حمل تقطيم. يعني انت بدل ما تقف جنبي وتطلعني من اللي انا فيه عمال تقطم فيا. يعني يا حبيبتي انا لما بتكلم كده بتكلم عشان انا بحبك، عشان انت اختي ماليش الا انت. هو انا يعني هرضى لك الضرر في ايه؟ علي انا مش هرتاح غير لما اخد حقي منه هو وزينب. حياة امي لا خليهولك يجي راكع ويتمنى بس تراب رجلك، وانت ساعتها هتزهق برجلك كده. سامعاني؟ ماشي يا خش علي. كده وعايزك تنسي وتحاكي وفرفشي ولا اكن في حاجه حصلت. دايما البني ادم اللي مش كويس ما نستعنهوش ما نشوفهوش. فاهمه؟ عندك حق. خش شوف انت هتعملي ايه واعملي اللي انت عايزاه براحتك جوه في الاوضه، وانسي بقى وشوفي بقى اخوك هيجيب لك حقك ازاي. يلا. ماشي يا علي.